لا ولا اللهم ارحمه يا ربي رحمة واسعة. فشاف هذه العشر الأولى اللي هي عشر الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا السيد وشاف في الأيام ديال الرحمة. اللهم ارحمه يا ربي، اللهم ارحمه يا ربي، اللهم ارحمه يا ربي وارحم والديه وارحم أجداده وارحم المات من أهله والناس اللي كيرحموا عليه. الله يعطيهم خير الدنيا والآخرة، الله يحفظكم من شر الدنيا والآخرة. الجمعية الله ينجحها. انا كنجري على ديك الدار مي هذه الله يرحمه ويسعده، باش بر واحد معمر وهذيك وعنده هاد الافكار راه ما يسهل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نرحب بضيوفنا الكرام في هذه الأمسية الرمضانية التي دأبت الجمعية على تنظيمها طيلة شهر رمضان. كل جمعة من هذا الشهر الفضيل تتقاسم هذا الفطور والعشاء مع الجيران والأهل والأحباب وعابري السبيل وكل من يحتاج هذا الفطور الذي تعمل عليه الجمعية وفق مجموعة من المحسنين جزاهم الله خيرا سواء داخل المغرب أو خارجه. من هنا نرحب بالجميع ونفتتح هذه الأمسية الرمضانية بالحديث عن كما تفضل السيد رئيس الجمعية عن صلة الأرحام وفضلها وأثرها في المجتمع سواء على الفرد أو على المجتمع أو على الأسر بما بينهم. صلة الرحم ولا الدعوة في البدايات بطبيعة الحال. صلة الرحم المعروف عليها أنها كتكون مع العائلة وتكون مع الأحباب، ولكن حينما نتجاوزها إلى مفهوم الجمعية المحدد بطبيعة الحال بقوانين وضعية، هنا يمكننا نتجاوزوه، لأن الجمعية لا تشترك بالضبط ولا لا تقوم بالضبط في أناس من ذوي القربى. ما بكاش الجمعية تقتصر فقط على العائلة، وإنما تقدر تكون في المدينة كاملة. بالتالي هنا توسعنا في المجال ديال أننا نخلقوا واحد مستوى ديال التعارف. وصلة الرحم راه في حد ذاتها راه مبني أساسا على التعارف، راه يمكن لك تصير واحد إذا هاد المنسوب الموسع ولا هاد الفضاء الموسع ديال التعامل ديال الجمعية في إطار يعني صلة الرحم ولا التواصل، وتمتد إلى ما هو خارج العائلة، تمتد إلى الحي، وقد تمتد كذلك إلى المدينة ولا الجهة، يعني في إطار التشابك التشبيك وكذا، ولا كذلك في إطار ما هو وطني، تجي واحد الجمعية من الداخل وواحدة من الدار البيضاء واحدة من الداخلة واحدة من فيكيك، ونديروا لقاء ونتعارفوا كذا. هنا خلقنا واحد الجسور ديال التقارب والجسور ديال التواصل. والمحدد ديالها شنو هو؟ محددها جوج. الأول بأننا نشترك في قانون منظم واحد وهو عمل، يعني الظاهر منظم لعمل لإنشاء الجمعيات،